يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أرحل عن عالمنا اليوم وبشكل مفاجئ وصادم سفير القرآن الكريم الشيخ عبد الله كامل إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة وهو نائم داخل مسكنه بعد أن أمى المصلين في صلاة الظهر في مسجد التوحيد بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 38 عاما. وهزت الوفاة محب الشيخ عبد الله كامل، خاصة إنها جاءت بشكل مفاجئ بعد أن صلى الظهر ثم خلد إلى النوم بعد الصلاة في غرفته بمسجد التوحيد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ولم يصلي العصر ولا المغرب. وعندما توجه بعض العاملين في المسجد لإيقاظه وجدوه قد فارق الحياة نتيجة سكتة قلبية. وقبل أيام من رحيله رزق الشيخ عبد الله كامل بمولوده الجديد في 10 من شهر أبريل عام 2023، حيث نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه قد رزق مولودا جديدا سماه سفيان. وتسببت وفاة الشيخ عبد الله كامل الذي وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصاحب الصوت العذب والمزمار الذهبي في حالة حزن كبيرة قلبت السوشيال ميديا، ونعاه الكثير من الآئمة والمشايخ، أبرزهم القارئ الشيخ ماهر المعيقلي والقارئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العفسي. ومنذ الإعلان عن وفاة الشيخ عبد الله كامل أثناء وجوده في أمريكا التي سافر إليها قبل شهر رمضان لإمامة المصلين في صلاة التراويح والتهجد بأحد مساجد المراكز الإسلامية، ضجت وسائل الاجتماع برسائل الرسائل للشيخ عبد الله كامل. وأعلن المركز الإسلامي مسجد التوحيد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية وفاة الشيخ المصري المقيم في الفيوم عبد الله كامل، قائلا إن لله وإنا إليه راجعون. توفي منذ ساعات قليلة فضيلة الشيخ عبد الله كامل إمام مسجدنا في تراويح رمضان، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة قريبا. الشيخ مصطفى أبو سيف أحد المرافقين للشيخ في أمريكا كتب على صفحته عن اليوم الأخير في حياة الشيخ عبد الله كامل قائلا: بعد أن صام رمضان وقامه وطاف في العديد من الولايات يقرأ كتاب الله في بيوت الله بصوته الفريد العذب الذي عرف به، وختم القرآن لنفسه 24 مرة هذا العام كما أخبرني بذلك، وفي العام الماضي كانت 28 ختمة. واعتذر قائلا: شغلني كثرة الأسفار هذا العام. وأضاف مرافق الشيخ عبد الله كامل خلال منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن أحد الأخوة استأذنه أن يستضيفه في منزله هذه الأيام فاستشارني في ذلك، فقلت له: أنت ضيف الله في بيته، لا تخرج من غرفة الاستضافة في المسجد، وأنا أخدمك ولا ينقصك شيء إن شاء الله. فوافقني الرأي وقال: أنا أحب هذه الغرفة، فكم ختمت القرآن فيها مرات ومرات، فمات فيها، فالحمد لله الذي وفقني لذلك. وتابع الشيخ مصطفى أبو سيف أن من جملة أقواله في خاطرته أمس: إلى هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله يوم القيامة، وهل يصبرني على ما أنا فيه إلا رؤية وجه ربي يوم القيامة. وأضاف صديق الشيخ عبد الله كامل: صلينا الفجر سويا في مسجدنا، وألقى خاطرة بعد الصلاة، ثم جلست أنا وهو في بيتي نقرأ ونتذاكر من الفجر وحتى صلاة الظهر
ما توقفنا إلا للطعام أو الشراب، وكانت جلسة لم أجلس مثلها. كنا نقرأ ونتذكر ونمزح ونضحك ونبكي ونتأثر. وأذكر إنه مر على خاطرة عن سورة التكوير فبكى بكاء شديدا، وعن خاطرة عن سنة الأربعين وفيها إذ تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم، فقال كم عمري، قلت الهجري قد جاوزت الأربعين ب5 أشهر، فتأثر لما سمع، وبدا ذلك على صفحات وجهه. وأضاف عند صلاة الظهر طلب مني أن أتقدم للصلاة فأبيت إلا أن أقدمه فتقدم، والحمد لله فصلى بنا. وبعد الصلاة قال بعضنا لبعض لنستريح قليلا ثم نواصل، فقمت ولم يقم، وكانت الفاجعة. ذهبت لأوقظه فإذا بروحه قد صعدت إلى بارئها، وفجعت بها فاجعة لم أفجع بمثلها، فقد كان يجمعنا حب في الله لم أرى مثله. وكان يقول لي سبحان الله الذي ألف بين قلوبنا، وقال ما ألف الله بين روحي وروح أخ مثلك ومثل أخ في ولاية أخرى. وختم أنا والله يا صاحبي أحبك في الله حبا جما، والحمد لله الذي جمعني بك على محبته وأن فرقتني على محبته، وأحمد الله أن جعلني آخر من جالست وآخر من حدث، وإني والله على فراقك لمحزون محزون، ولا أقول إلا ما يرضي ربي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله يا صديقي، وجمعني بك في جنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. وقال سيد الشورى أحد المقربين من الشيخ عبد الله كامل أن الشيخ عبد الله كامل داعية إسلامي وشيخ مصري، كان يسافر إلى أمريكا في شهر رمضان منذ عدة سنوات لإمامة الصلاة في التراويح والتهجد لتمتعه بصوت عذب في قراءة القرآن. وأضاف سيد الشورى أن الشيخ عبد الله كامل كان كفيفا ويبلغ من العمر 38 عاما، ومن مواليد قرية المشرق قبلي في مركز يوسف الصديق بالفيوم، وتخرج في كلية دار العلوم بجامعة الفيوم في عام 2005، وبدأ بإمامة المصليين في التراويح بجزء كامل في مسجد الصفا كيمان فارس بمدينة الفيوم أثناء دراسته في الجامعة، ثم انتقل إلى مسجد أبو داود بحي الجامعة، ثم جامع بدر بيحيى الحاتقة، وانتقل بعدها في مسجد الحلقة بكيمان فارس. وسافر الشيخ عبد الله كامل إلى أكثر من دولة للإمامة بالمصليين، حيث سافر إلى دولة الكويت وتم نقل صلواته خلال شهر رمضان الكريم على التلفزيون الكويتي، كما أيضا سافر إلى بعض الدول الأخرى مثل أمريكا والسعودية وغيرها من دول العالم. وتابع إنه منذ عدة سنوات كان المركز الإسلامي في نيوجيرسي بأمريكا يستعين بالشيخ عبد الله كامل لإمامة الصلاة في التراويح والتهجد، وبالرغم من أنه كان يقرأ بجزء يوميا إلا أن آلاف كان يصلون خلفه لما يتمتع به من صوت عذب وشجي. وقال سيد الشورى أن الشيخ عبد الله كامل شارك في تقديم مجموعة من البرامج الدينية الإسلامية من خلال قنوات فضائية شهيرة مثل قناة الرحمة وقناة الناس وقناة الحافظ وقناة الندى الفضائية وغيرها الكثير من القنوات، وكان يتمتع بحب أبناء محافظة الفيوم وله شعبية كبيرة وشهرة واسعة. وشارك في مسابقة المزمار الذهبي في عام 2015 التي قدمت على قناة الفجر الفضائية، وحصل فيها على المركز الأول. والشيخ عبد الله كامل فقد بصره عندما ولد في عام 1985، وأتم حفظ القرآن الكريم كاملا في المرحلة الإعدادية، وحفظ القرآن الكريم كاملا دون أي نقصان منذ الصغر على طريقة بريل، واشتهر بتلاوته المؤثرة للقرآن الكريم وصوته العذب في الصلاة، حيث له تسجيلات كثيرة على الإنترنت.
ويعتبر الشيخ عبد الله كامل من المنشدين ومن أشهر إنشاداته هل صليت اليوم عليه، والتي لقت نجاحا وانتشارا كبيرا.